السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم فيديو جديد، من إن شاء الله يعجبكم. معنا اليوم بلف التبخير اللي هو البي سي في. هذا وظيفته الغازات الموجودة، أبخرة الزيت اللي موجودة، الغازات اللي موجودة، أي شيء ضار ياخذه ويسوي له عملية تدوير ويوديه إلى الثلاجة ويسوي له حرق في داخل الماكينة من أول وجديد. طبعا من أعراض تلف بلف التبخير نقص زيت المحرك، تغير لون زيت المحرك، ظهور دخان من الإكزوز، أصوات في الماكينة، له عدة أسباب. تابعوا معنا الحلقة كيف نفكه بسيط جدا. نفك البيب اللي واصل منه من بلف التبخير إلى الثلاجة. طبعا هذا شكل البلف التبخير. طبعا عندي فيه مشكلة إن المكان ضيق، فبطلت الكويل، ونجيب رقم السبانة ال 22 نفكه. طبعا تبطيله سهل، يعني مش صعب، يعني يحتاج لك معدات بسيطة موجود في الجزء العلوي في الماكينة، يعني ما يحتاج تدخل المكان صعب جدا او تفك شيء عشان تبطله، لا، حاجة بسيطة تقدر تفكه. طبعا هذا معي متولف متجمع اوساخ. طبعا ما استبدلته، نظفته، سويت تنظيف. طبعا سعره مش غالي كثير في الوكالة، يعني في الوكيل المعتمد لأي سيارة مش غالي، حتى كانت أي نوعية سيارة قيمته رخيص جدا. أفضل إنه استبدال، بس أنا حاليا نظفته يعني. نرجعه نفس الطريقة. طبعا بنشد عليه وبنتأكد مرة ثانية بالسبانر إن شدينا عليه زين. طبعا أنا عندي مبطل الكويل، إن شاء الله بنرجع الكويل، وبنرجع البايب المواصل إليه إلى الثلاجة. طبعا هذا يفضل تبدله بين 100,000 كيلو متر، تمشي 100,000 كيلو لازم يستبدل، أو إنك تنظيف أقل شيء، يعني إذا ما قدرت تستبدله تنظفه، لأنه هذا ضروري في السيارة عشان يخفض الضغط اللي في الماكينة. تبعد تكون كذا خلصنا حلقتنا. لا تنسونا من الاشتراك في القناة ولايك الفيديو، ودمتم بخير، وانتظرونا فيديوهات قادمة.